بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. البنات، في هذا الفيديو جديد غنقدم لكم طريقة تحضير البلبولة تاع الشعير على الطريقة المغربية الأصيلية تاع ناس زمان. فيها فوائد كثيرة وطعمها لذيذ وسهلة التحضير. تابعوا معايا خطوة بخطوة باش تنجح لكم الوصفة، وما تنسوناش باللايك والاشتراك وتشاركوا معنا النتيجة في التعاليق، وشكرا. ودابا ندوزو للمقادير. كنحتاجو لهاد الوصفه كاس ونص د العنبه د البلبوله د الشعير بلديه. من قبل غسلتها وغسلتها مزيان وطبتها في الماء طيب. تطيبي الماء وتخوي عليها باش ترطب، باش طيب لينا مزيان. كتكون دغيا كطيب. ومعلقه صغيره تاع حب رشاد، معلقه تاع الزعتر، معلقه صغيره تاع الحلبه، نص معلقه د الابزار. عندنا واحد البصله محكوكه في الجهه الرقيقه وثلاثه د الفصوص تاع الثوم، معلقه ديال زريعه الكتان، ونص معلقه ديال حب رشاد، وشويه د الملحه على حسب الذوق، وواحد المعلقه حتى المعلقه ونص تاع زيت بليه. ودابا ندوزو لطريقه التحضير. من بعد ما غلينا الماء في الطنجره، كنغليو الماء هو في الطنجره حتى كيغلى مزيان. كنضيفوا داك الزيت اللي وجدت معكم، اللي قلت لكم من قبل. والملح البنات راني كندير عيني ميزاني، كل واحد وغيدير على حسب الذوق. يعني كل واحد كاين اللي غيبغيها مالحه وكاين اللي غيبغيها قليله المالحه. وغنضيفوا هذوك العشوب تاعنا، الحلبه، غنضيفوا ديك البصيله اللي هي وثلاث فصوص تاع الثوم اللي حكيتها قبل، زرع الكتان، الابزار، حب رشاد، السانوج عفوا، حب رشاد، والزعتر. كنحركوا البنات وكنزيدوا البلبوله تاعنا على هذا الشكل كما كتشوفوا. كتخليوها البنات كطيب على نار مهيله، باش متوسطه، ما تكونش مهيله ما تكونش مجهده، نار متوسطه وانتوما معاها حتى كتوجد وانا معكم. من بعد البنات ما غلات البلبوله ديالنا، كنستمروا في التحريك، مره نحركوها. الا جاتنا ثقيله، الا بانت لكم البنات ثقيله، زيدوا شويه د الماء طيب. الا كانت مزيانه راه عينكم ميزانكم حتى تصبح على هذا القوام كما كتشوفوا، وتبقاو تحركوها مزيان حتى طيب وانا معكم. شوفوا النتيجه النهائيه. من بعد البنات ما طابت البلبوله تاعنا كما كتشوفوا راه صبحات على هذا القوام. ها نتوما البنات كتجي تبارك الله غزاله ما شاء الله. حنا مقبلين دابا على فصل ديال الشتاء، راها زوينه هذه سخونه كتجي لذيذه. نتمنى تجربوها البنات وتردوا عليا في التعاليق. البنات راه هزات ليا تقريبا اطرونس تاع الماء، تقريبا هاد كاس ونص تاع العنبه راه هز ليا كاس اطرونس تاع الماء. لحقاش مره فاش كتنشف راه كنبقاو نزيدوا الماء باش ما تجيناش البنات ثقيله بزاف. وبصحه والراحه البنات، وسمحوا لينا. هانتوما البنات كيف كتجي على هذا القوام، ما ثقيله ما خفيفه، راه كتجي زوينه وبنينه. جربوها البنات راه غادي تعجبكم، ورجعوا عليا في التعاليق. وشكرا وبالصحه والراحه.